مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل البوريك بحشوات مختلفة، بالعجوة أو بالجبنة. تعالوا نشوف المقادير. دول 3 كوبايات دقيق أبيض، معاهم حوالي كوباية وربع مية دافية، طبعا ممكن أحتاج أكتر أو أقل. ربع كوباية سكر، معلقتين كبار زبدة صناعي أو ممكن سمنة أو زبدة طبيعي، معلقتين صغيرين خميرة فورية، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خل بستخدمها كبديل لمحسن الخبز. مقادير الحشو، أنا هستخدم نوعين من الحشو. جبنة بيضة، أنا مستخدمة جبنة العكاوي مقطعاها مكعبات، ممكن طبعا نستخدم الجبنة البيضة العادية، وفي نفس الوقت هخلطها بزيت زيتون، دول معلقتين كبار عشان طبعا تبقى طرية، نص معلقة صغيرة ريحان، ممكن طبعا نعناع أو زعتر أو حبة البركة. وهستخدم كمان للحشو عجوة نص كيلو، ده بلح عجوة من غير بذر. طبعا الكمية دي كبيرة، بس أنا بحب أعملها أجهزها واحطها في التلاجة استعملها في أي نوع من الحشوات بالعجوة. هحط عليهم معلقتين كبار زبدة صناعي أو زبدة طبيعي أو سمنة، ومعلقة صغيرة قرفة ومكسرات. على كمية البلح دي حوالي نص كوباية مكسرات، طبعا ممكن أستغنى عنها. وبرضو أحط معلقة سمسم كبيرة، هستخدم طبعا السمسم ده هرشه على الوش. تعالوا نشوف ازاي هخلط المقادير. اول حاجة هعملها هاخد جزء من المية مش كلها، احط عليها شوية من السكر ده واقلبه الاول، واحط عليه الخميرة واقلبها. طبعا المية دي لازم تبقى دافية او سخنة شوية، وبعدين اغطيها واسيبها تخمر. اول ما تعلى معايا ابتدي اشتغل. ابتدي اجهز الدقيق، احاول انخله الاول، طبعا يا بمنخل يا اما بمضرب بيض صغير كده. احط عليه شوية ملح حوالي نص معلقة صغيرة، وبقية السكر والزبدة، واحاول اخلط الزبدة مع دقيق، ممكن طبعا بايدي او بهراسة البطاطس. كده الدقيق جاهز. على نار هادية قوي احط الزبدة، اسيحها الاول، اول ما تسيح احط البلح. النار لازم تبقى هادية خالص، لانه النار لو عالية هيسيح وكل حاجة، بس بعد ما يبرد هيبقى عامل زي الحجر. احط عليها معلقة السمسم، المكسرات ما احطهاش دلوقتي في الاخر، والقرفة. بالنسبة للجبنة هرسها الاول واحط عليها الريحان والزيت. هي كده جاهزة للحشو. هسيبها دلوقتي لحد ما اخلص العجينة. زي ما احنا شايفين العجينة تضاعف حجمها. هبتدي اخلطها بالدقيق. اول حاجة اعملها احط الدقيق الاول، طبعا مخلوط بالملح والسكر والزبدة، وابتدي اشغلها واصب الخميرة عليه. والخل وبقية المية. هي كده العجينة خلصت. زي ما احنا شايفين انفصلت عن البولة وفي نفس الوقت طرية وحلوة. هسيبها شوية كام دقيقة كده، 3-4 دقايق تتعجن كويس. خدت تقريبا كوباية وربع الا حاجة بسيطة جدا. هي العجينة زي ما احنا شايفين خلصت طرية وجميلة جدا. قبل ما ابتدي افردها احطها في اي بولة فيها شوية زيت واغطيها واسيبها لازم ترتاح على الاقل نص ساعة عشان خاطر تساعدني وانا بفردها. منساش البلح من آن لآخر ابتدي اهرسه بالشوكة، اقلبه واهرسه، كل اللي الاقيها طرية اهرسها. في انواع من البلح بيبقى ناشف فبيحتاج اضيف مية.
بس ده طري حلو. هي كده تقريبا خلصت. وانا بعملها نشفت مني، فحطيت لها شوية مية وسبتها شوية تانيين 5 دقايق. وطول الوقت يعني من آن لآخر بهرسها كده عشان ما يبقاش فيها حتت مكلكعة. قبل ما اطفي بدقيقتين احط المكسرات واقلبها كويس. لو لقيت في سمنة ظهرت كده ممكن اصفيها، ما يجراش حاجة. ده بيرجع لنوع البلح، بعض انواع البلح بتشرب كل السمنة. هي كده خلصت، هطفي عليها واسيبها تبرد خالص. لو حصل بعد ما بردت ولقيتها جامدة قوي ممكن اولع النار تاني واحط شوية مية صغيرين لحد ما يسخن كويس واطفي عليها. قبل ما ابتدي افرد العجينة بجهز صاجة واحط لها ورق زبدة وارش عليها شوية زيت، او ممكن طبعا من غير ورق زبدة ارش على الصاجة على طول شوية زيت. انا دايما بحب احط ورق زبدة عشان احافظ على الصاجات نفسها، وفي نفس الوقت ورق الزبدة ده ممكن يستعمل تاني، يعني ممكن في اي خبزة تانية استخدم نفس الورق. برضو قبل ما افرد بكون مجهزة السمسم وشوية دقيق وانا بفرد وشوية مية، الحشو والنشابة وشوكة والقطاعة اللي هقطع بيها. طبعا المقاس حسب ما بنحب، يعني ممكن اكبر من كده او ممكن اصغر. هي العجينة كده ارتاحت وحتى خمرت شوية. هبتدي افردها. قبل ما افردها انضف المكان اللي هشتغل فيه وارش شوية دقيق عشان ما تلزقش، وابتدي افردها على شكل مثلا مربع او مستطيل حسب ما تيجي معايا. وانا شغالة على طول ارش دقيق عشان ما تلزقش مني. زي ما احنا شايفين عملت المقاس ده تقريبا 60 سنتي في 50 سنتي، واطمن ان هي مش لازقة عشان لما اجي اقطعها ما لقاهاش لازقة في الترابيزة. ابتدي اقطعها. وانا بقطعها عشان تفصل عن بعضها احاول الف كويس قوي واحرك كده اهز، تقوم تطلع من تفصل عن كل العجينة. طبعا العجينة اللي هتطلع هعملها تاني، هفردها تاني. بعد كده هبتدي احشيها. هبتدي الاول مثلا نص كمية بالعجوة والنص التاني بالجبنة. هبتدي اوزع مثلا العجوة الاول وبعدين الجبنة. بعد كده هبتدي اقفل عليه، بس قبل ما اقفل عليه افرد شوية العجوة وحوالين العجينة ادهنها مية خفيف كده، وبعد كده اقفل عليها اضغط حاجة بسيطة كده، وبعد كده بالشوكة الف، ما تدخلش كتير، حاجة بسيطة خالص بالطريقة دي. هي كده مقفولة كويس. قبل ما احطها في الصاجة هحط شوية سمسم الاول قبل ما احطها في الصاجة، لان بعد ما اخلص الكمية كلها واجي ارش السمسم مش هيلزق. هي كده لسه العجينة طرية قدامي، لان بعد كده هتعمل وش مش هينفع احط عليها حاجة. احطها في الصاجة وطبعا مسافات متباعدة. كده انا خلصت الصاجة كاملة. بقية الكمية هتاخد تقريبا نص صاجة كمان. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها متباعدين عشان هسيبه يخمر. هحطه مثلا في البوتاجاز واولع اللمبة واسيبه ممكن لحد ساعة ونص او ساعتين لحد ما يتضاعف حجمه. انا هنا حاطه الجبنة والعجوة. العجوة حاطه عليها سمسم والجبنة من غير عشان اعرف الفرق بين الاتنين. طبعا الحشوات ممكن ننوع فيها زي ما احنا عايزين. زي ما احنا شايفين القرص عليت تضاعف حجمها. هبتدي اسيح شوية زبدة وادهن الوش، بس طبعا اكون حريصة عشان ما يهبطش مني. وبعد كده احطه في الفرن على درجة حرارة 350 فهرنهايت، يعني تقريبا 180 درجة مئوية، لحد ما الاقي الوش احمر. مش هياخد وقت، من 10 ل 15 دقيقة بالكتير. زي ما احنا شايفين البوريك استوى، خد تقريبا 20 دقيقة.
بعد ربع ساعة انا بدلت الصاجات، الصاجة اللي فوق نزلتها تحت واللي تحت طلعتها فوق عشان يحمر من فوق وتحت في نفس الوقت. ده شكله من جوه وطري وجميل. حاولوا تجربوه ان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا وللقاء.